فيلمنا بيبدأ براجل بسيط اسمه هنري. كل يوم شغله إنه يقعد في كابين التحصيل على الطريق بالساعات، وشه باين عليه كأن حياته خلصت من غير أي طعم. لما بيرجع الصبح البيت، مراته ديبي بتبصله بنظرة كلها برود وتقوله: انت اتغيرت يا هنري، زمان كنت بتحبني وكنت مهتم بيا، والحب اللي كان بينا اختفى. وهو يحاول يرد عليها بكلمتين يخففوا عنها. فجأة الباب خبط جامد. هنري فتح الباب، لقى صاحبه القديم إيدي واقف، ومعاه واحد باين عليه تعبان اسمه جو، عمال يرجع ومش قادر يقف على رجله. ديبي بما إنها ممرضة دخلت جو وساعدته. ساعتها إيدي بص لهنري وقال له: الفرقة عندها ماتش كورة سلة النهاردة، وجو خلاص مش هيقدر يلعب، يبقى أنت اللي هتنزل مكانه. هنري رد باستغراب: يا عم أنا مالي ومال الكورة. إيدي شده من غير كلام، مفيش نقاش، يلا بينا. وهم ماشيين في السكة، هنري سأله: الماتش فين أصلا؟ إيدي رد: مش بعيد، ربع ساعة بس. بعد شوية إيدي قال له: وقف هنا، خليك مشغل العربية، احنا هنجيب أكل ونرجع. هنري استغرب لكن قعد مستني في مكانه. وهو بيبص ورا لقى إيدي واللي معاه لابسين أقنعة وطلعوا طبنجات ودخلوا البنك. هنري اتصدم وقال لنفسه: هو أنا سايقهم لماتش ولا لسرقة بنك؟ والمصيبة إن العربية أساسا كانت مسروقة ومتوصلة بالأسلاك. بعد شوية التلاتة خرجوا يجروا في اتجاهات مختلفة. الحارس شاف هنري لابس نفس التيشيرت زيهم، افتكروا معاهم وقبض عليه في ساعتها. البوليس ضغط عليه يقول مين كانوا معاه. هنري بكل براءة قال: أنا معرفش غير إيدي، وبرضه ما جابش سيرته لأنه شايفه صاحبه. والنتيجة خد حكم 3 سنين سجن ظلم. دخل هنري السجن، صوت الأبواب الحديد بيعلى. وسط الجو ده اتعرف على راجل كبير في السن اسمه ماكس. ماكس كان مختلف، هادي، وكلامه فيه خبرة ووزن. ابتسم لهنري وقال له: ما تقلقش، هنا كله بيتعود بسرعة. كل واحد هنا كان عنده حلم قبل ما يدخل، حاجة كان عايز يوصل لها، لكن الدنيا لعبت بيه. وبصله في عينه وسأله: انت حلمك ايه يا هنري؟ هنري رد من غير تفكير: أنا ما عنديش أي حلم. ماكس هز راسه وقال: أكبر جريمة إنك تعيش من غير حلم، من غير هدف يسندك. عدت 6 شهور، ديبي قررت تزوره. قعدت قصاده في قاعة الزيارة، وشها متوتر وإيديها متشابكة. قالت له مباشرة: لازم أكون صريحة، أنا حبيت واحد تاني. الكلمة جرحته، بس مسك نفسه وقال بهدوء: المهم تبقي مبسوطة، لو مش لاقية راحتك معايا عيشي حياتك. ماكس وهو بيحكي لما اتعرض على لجنة الإفراج المشروط. الضابط سأله: لو خرجناك دلوقتي هتعمل إيه؟ ماكس قال بحدة: هدخل بيتك، أقتل كلبك وأحرق البيت. اللجنة اتصدمت والقرار كان رفض فوري. ماكس قال لهنري: اسمع يا ابني، حتى لو قلت للي بره إنك بريء، طول ما قضيت وقت هنا هيشوفوك مجرم. ده الواقع، فكر هتواجهه ازاي. خلصت مدة الحكم وهنري خرج. أول خطوة كانت على بيت ديبي. خبط على الباب، اللي فتح له كان جو. ديبي ظهرت وهي حامل. ساعتها هنري فهم إن حياته القديمة خلصت. ديبي قالت: دي حاجتك، ناوي تعمل إيه؟ جو قال: شكرا إنك ما قلتش اسمي في المحكمة، وعندي ليك شغل نكسب منه. هنري رد ببرود: أنا أصلا معرفكش، وسابهم ومشي. وقف قدام البنك اللي دمر حياته، سارح فيه. فجأة عربية خبطته. اللي كانت سايقة بنت اسمها جولي، نزلت بسرعة ساعده. انت كويس؟ الحارس قال: اتصلي بالأسعاف، بس هنري رفض. الحارس سند هنري لحد كافيه قريب، وجولي فضلت وراه مطمنة عليه. هنري قال لها: حاسس اني شفتك قبل كده. قالت له: بلاش تبص، امشي بس كويس في الشارع. دخل الحمام ولمح قصاصة جورنان قديمة ملزوقة على الحيطة. المقال بيحكي عن سرقة بنك من 80 سنة، اتعملت بنفق تحت الأرض واصل من مسرح ورا البنك لحد خزنة البنك نفسها. قال لنفسه: لقيت حلمي، أسرق البنك اللي دخلني السجن. هنري رجع لماكس في السجن وزاره، وحكاله عن النفق اللي في الجورنان. قال له: عايز أعملها بجد، نسرق البنك اللي ظلمني. ماكس سأله: معاك خطة ولا ماشي كده وخلاص؟ هنري رد:
عندي خطة محتاجك فيها خطوة بخطوة. بعدها هنري راح المسرح ولقى جولي واقفة بتتمرن على مشهد. المخرج زعق لها جامد وقال: انتي مش ماسكة الدور، مفيش أي إحساس. جولي اتضايقت وخرجت تشرب قهوة، وهي طالعة بصت له هنري وقالت: انت ماشي ورايا؟ هنري حاول ينكر بس فضل ماشي وراها لحد القهوة. وهم قاعدين هنري مدح تمثيلها. جولي شكرته وقالت له: كويس انك ما عملتش مشكلة حادثة العربية. في نفس الوقت ماكس كان بيقدم طلب بارول في السجن. بعد أسئلة كتير وافقوا وأفرجوا عنه، وده بعد ما هنري كان قايل له يتصرف ازاي قدام اللجنة. ولما خرج لقى هنري واقف مستنيه بره. ماكس قال له: فين العربية؟ هنري رد وهو مبتسم: مفيش عربية، جيت ماشي. ماكس اتنرفز وقال: أنا خرجت مع مين بالظبط؟ رجعوني السجن أحسن. لكن أول ما هنري شرح له الخطة ماكس اتفاجئ وقال: إيه ده؟ دي نفس طريقة السرقة من 80 سنة، حتى سلاح معاك؟ هنري قال له: مفيش سلاح ومش ناوي أذي حد. ماكس ضحك بسخرية وقال: حاجة نبيلة قوي، بس يمكن الخزنة اتغيرت مكانها، لازم نتأكد الأول. أول خطوة كانت يتأكدوا إن الخزنة لسه في مكانها. دخلوا البنك كزبونين عاديين وقابلوا مساعد المدير. ماكس سأل بذكاء: من يوم ما البنك اتبنى الخزنة اتنقلت قبل كده؟ الموظف ضحك وقال: أبدا، مكانها ثابت من البداية. الحارس كان بيراقبهم بنظرة شك بس سابهم يمشوا. بعد كده راحوا المسرح علشان يفحصوا النفق. هناك جولي اتفاجئت لما شافت هنري تاني، بس ماكس قال بسرعة: وأنا صغير كنت بمثل هنا كتير، جيت أوري هنري المكان، ينفع ندخل شوية؟ وأول ما دخلوا جولي سألت ماكس: إيه المسرحيات اللي مثلتها قبل كده؟ ماكس رد بسرعة: شكسبير. وأضاف: عندي ذكريات كتير هنا، وعلشان كده نفسي ألف المكان وأشوف كل زاوية. وبالكلام ده قدر ياخد الإذن إنه يلف المسرح من غير مشاكل. وبمجرد ما ماكس مشي جولي سألت هنري: هو ماكس ده أبوك؟ هنري رد بهدوء: لا، ده مجرد صاحب طيب. وفي الوقت ده موظف المسرح خد ماكس لحد باب النفق ووراه المكان، وبدأ ماكس يتفحصه بعينه الخبيرة. من ناحية تانية جولي سألت هنري: انت شغال في ايه دلوقتي؟ هنري رد ببساطة: أنا لسه طالع من السجن ومش شغال في حاجة دلوقتي. جولي تعجبت وقالت: ليه؟ كنت في السجن؟ قتلت حد ولا إيه؟ هنري قال: دي حكاية طويلة، هحكي لك يوم تاني. بعدها اتفقوا إنهم يتقابلوا على العشاء بالليل. في البيت ماكس قال لهنري: النفق بيعدي من خلال حيطان الغرفة الخضراء، ولازم نسيطر على الغرفة دي بأي تمن. بس هنري كان مشغول أكتر بالمواعيد مع جولي. سأل ماكس: أنا باين عليا إزاي؟ ماكس ضحك وقال له: انت شكلك زي الفل، روح انبسط في الميعاد واحنا نخطط بعدين. في العشاء جولي قالت لهنري: نفسي ابقى ممثلة كبيرة واسمي يبقى معروف. وفي نفس الليلة هنري حكى لها قصته كلها، ازاي دخل السجن وازاي دلوقتي نفسه يسرق البنك. جولي اتصدمت من الخطة، بس كانت بدأت تحب وجوده معاها، وبسبب قربهم أكتر رجعوا البيت وعلاقتهم بقت أقوى. تاني يوم الصبح هنري وجولي راحوا لماكس. ماكس ما كانش مبسوط إنه شاف جولي. هنري طمنه وقال: ما تقلقش، هي هتشتغل معانا دلوقتي. ماكس شد هنري على جنبه وهو متضايق وقال له: انت ليه حكيت لها الخطة كلها؟ وأثناء الأكل جولي سألت ماكس: انت دخلت السجن ليه؟ ماكس رد بكل برود: عملت جرائم قتل كتير. وهم رايحين المسرح خطرت لجولي وهنري فكرة: ليه ما نعملش أوديشن هنا؟ كده يبقى عندنا سبب نفضل قاعدين في المسرح فترة أطول. بعد شوية ماكس قال بفكرة تانية: ليه ما نطردش الممثل اللي ماسك دور الغرفة الخضراء وندي الدور لهنري؟ كده نقدر نحفر بهدوء ومحدش ياخد باله. هنري اعترض وقال: بس أنا معرفش أي حاجة عن التمثيل. ماكس شجعه وقال له: بص في وشك، انت ممثل بالفطرة، مفيش حد يقدر يعمل الدور أحسن منك، وهو كمان الدور الرئيسي. وبعد فترة قصيرة الممثل ده استقال من المسرحية وقال إنه لقى شغل في فيلم كبير، بس الحقيقة إن ماكس كان ضحك عليه. ولما جولي عرفت اتعصبت وقالت: هو مفيش حد هيسيب مستقبلي في حاله؟ بعدها اتعمل اختبار تمثيل، وهنري رغم إنه ما يعرفش حاجة عن التمثيل عمل أداء كويس واتقبل.
وبعد شوية اكتشفوا إن الحفر كتير قوي على 2 بس، فقرروا يدخلوا جو في الخطة. وبعد محايلة طويلة وافق جو أخيرا، بس أول ما شاف النفق قال: إيه لازمة اللفة دي كلها؟ خدوا سلاح وسرقوا البنك على طول. ماكس رد بغضب: إحنا مش هنتصرف بغباء زي المرة اللي فاتت. الشغل بدأ يمشي ببطء، ومع الحفر هنري بدأ ياخد دوره التمثيلي بجدية، وساعتها الهدف ما بقاش الفلوس وبس، بقى عايز يعمل حاجة جديدة في حياته. في ليلة وهو راجع بيته بعد ما خلص، قابله الحارس اللي مسكه قبل كده. الحارس قال له: انت نفس الراجل اللي كان مع اللصوص، ودلوقتي بشوفك بتروح المسرح اللي ورا البنك كل شوية. المرة دي مش هسيب حاجة تحصل. هنري قال له: تعال معايا، ومشي بالعربية لحد ما كان هادي بعيد. ساعتها هنري بصله وقال: انت عايز ايه؟ الحارس قال: مرة في الشهر عربية نقل بتيجي تاخد الفلوس، وساعتها بيبقى في الخزنة فوق 10 مليون دولار. وكمل: محدش غير المجنون يفكر يسرق البنك، بس أنا أقدر أبقى الرادل اللي جوه وأسهل عليك الإنذار. في اليوم اللي بعده في المسرح، وأثناء مشهد بكاء جولي، المخرج قال لها: انت عمرك ما حبيتي حد قبل كده، صح؟ عمرك ما اتكسرتي، دي مشكلتك. من غير الإحساس ده عمرك ما هتبقي ممثلة كبيرة. في البريك جولي دخلت أوضة اللبس وعيطت. هنري قال لها: انت كويسة؟ ردت وهي منهارة: أيوة، عمري ما حبيت حد، أعمل إيه؟ هنري طبطب عليها وقال: انت بتحبيني بس مش واخدة بالك، وأنا متأكد إنك هتبقي ممثلة جامدة. وساعتها باسوا بعض. في الليلة دي وهم ماكس وهنري بيخططوا للسرقة، حد خبط على الباب. هنري فتح، لقى جو معاه أدي. أدي قال: جو قال لي على كل حاجة، وأنا دلوقتي جزء من خطتكم. ماكس ما عجبوش الوضع وسأل بغضب: مين الوحش ده؟ أدي رد: أنا بقيت جزء من الخطة، وإنت خلاص بره يا عجوز. ماكس قرر وهو متعصب: هو في حد يفهمني مين الأحمق ده؟ أدي اتنرفز أكتر وقال إنه داخل في الخطة وإن ماكس هيتشال منها. بدأ شجار بين ماكس وإيدي وكان هيوصل للضرب. هنري دخل في النص ووقفهم. تاني يوم ماكس وهنري راحوا المسرح واكتشفوا إن عرضهم هينتهي بعد كام يوم. هنري قال: أنا مش شايف إننا هنسرق البنك دلوقتي. في الحقيقة هنري كان وقع في حب جولي وما بقاش عايز يسيبها. ماكس قال له بعصبية: أنا خرجت من السجن علشان أساعدك، ودلوقتي ترفض تعمل العملية؟ في الليلة دي هنري قابل جولي وقال لها: إحنا لازم نسرق البنك في أول يوم من العرض، وبعدها أنا ههرب على كاليفورنيا. وبصلها وقال: وانتي كمان لازم تشتغلي في هوليوود، هتقابليني هناك ولا لأ؟ جولي لما سمعت الكلام ده اتعصبت وقالت له: لو هتمشي ليه خلتني أصدق في الحب؟ انت استخدمتني عشان المسرح، مش هقابلك في أي مكان. الغلط إني حبيت لص. وأخيرا جه يوم العرض، نفس يوم سرقة البنك. المخرج قال لكل الممثلين: النهاردة يومكم، اطلعوا وسيبوا بصمة. كان فاضل 10 دقايق على بداية العرض، وفي نفس الوقت وصلت عربية الفلوس للبنك زي ما الحارس قال. هنري كان بيكمل تمثيله على المسرح، لكن أول ما لقى فرصة انسحب علشان يساعد أصحابه، والخطة مشيت زي ما خططوا. جو استخدم آلة لحام وقطع الخزنة الحديد وفتح فتحة كبيرة. ماكس قطع أسلاك الإنذار بعد ما الحارس ساعده. فجأة إيدي وجه مسدسه على ماكس وقال له يبعد. جو اتضايق وقال له: ما تعملش كده يا أخويا، ده مش صح. في اللحظة دي هنري وصل. إيدي حاول يخوف هنري وضرب ماكس بالمسدس لحد ما وقع على الأرض. جو فاضل يحاول يوقف إيدي، لكن إيدي ما سمعش. في الآخر ماكس خطف المسدس من إيدي وبدأ يضربه، وفي الفوضى طلقة خرجت وأصابت رجل هنري فاتجرح جامد. في الوقت ده كان مشهد هنري في المسرحية قرب يبدأ، وهو متألم وبيعرج طلع المسرح عشان يمثل. بعد ما ماكس ضرب إيدي وربطوه، هنري وماكس وجو هربوا ومعاهم الفلوس. وفجأة هنري قال لهم: وقفوا العربية. جو وماكس اتلخبطوا فقال لهم: اهربوا من غيري، هقابلكم بعدين. جو سأله: رايح فين؟ ماكس رد ببرود: يولع في داهية. بعد شوية هنري رجع المسرح وهناك جولي كانت بتمثل. وهو بيعرج طلع على الخشبة وقال لها: أنا مش قادر أهرب منك، أنا بحبك بجد ومش هعرف أعيش من غيرك. وكلامه جه متوافق مع مشهد المسرحية، فالجمهور افتكر إن ده جزء من العرض واتحمسوا ومستنيين رد جولي. المخرج وطى الإضاءة وقال لجولي: رد بنعم. بس جولي ما قالتش نعم، فضلت ساكتة، لكن ملامح وشها قالت كل حاجة. وفي الآخر البطل أخد الحبيبة والخزنة.
لو عجبتك الحدوتة ما تبخلش علينا بلايك واشتراك، وسيب الجرس صاحي يصحيك بالجديد.